عمرك ما تشوفي ولا تعتبري بلي الراحة النفسية ديالك كاينة في انك تعاودي مشاكلك واسرارك لغيرك باش ترتاحي، حيت الحقيقة عكس هادشي تماما. ما حدك كتعاودي وكتخرجي اسرارك غا كتزيدي تمرضي، حيت اكيد ومؤكد اي واحد عاودتي ليه ما غاديش يحافظ على هاد الاسرار. ومن غير الهم اللي هازه في قلبك وما عالم بك غير الله، كتولي تسمعي خبارك في كل جهه، ويقدر كاع بنادم يزيد على داكشي اللي قلتي وكيزيد ينشر فيهم. الا كنتي من الناس اللي كيلقاو راحتهم في التعاود وما كيقدروش يخبيو اش وقع في حياتهم، كملي الفيديو الاخير وان شاء الله اكيد غتستافدي. خاصك تعرفي بلي كاينه واحد الحاجه سميتها الخصوصيه، وحياتك من المفروض تكون خط احمر. كونك غرقه مشاكل ومحتاجه تهضري وتخرجي اللي في قلبك ماشي مبرر باش تعاودي اي حاجه كيف ما كانت لاي واحد كيف ما كان. وفي هذا الوقت بالضبط اللي حنا فيه ثقي بيا ما كاينه حتى شي وحده ولا حتى شي واحد اللي غتقولي عليه بحال راسك. قاعده اساسيه خليها في دماغك، مشاكلك وامورك الخاصه خليهم من راسك، وما ديريش حياتك كتاب اللي جاي يحلو ويقرا شنو فيه. السر ملي كيتقال ما كيبقاش سر، خليه بينك وبين الله اللي مطالع وقادر يفرج عليك وعلى غيرك. حيت من غير هادشي كامل كاين اللي غتعاودي ليه اسرارك وعلى العيوب ديالك من بعد غيهينك بيهم ويعايرك بيهم. وهذه طرات ليا انا شخصيا، ومني تحطي في هذا الموقف وتوصلي لهاد النقطه الندم اكيد ما غيبقى يفيدك بحتى شي حاجه. تعلمي تهضري على راسك غير بالمزيان، وزرعي في العقول ديال الناس واحد الصوره زوينه عليك. واخا تكوني مدمره وغارقه في الهم، حاولي ديما انك ما تبينيش الشعور ديالك للعالم. حتى الا ما قدرتيش تبيني عكس اللي انتي فيه، خليك غا ساكته احسن ليك. قصه حياتك عمرك تحكيها لشي حد، حيت بنادم طوب وحجر. كاين اللي غيتقبلك بمشاكلك وعيوبك، وكاين اللي من نيتك كتعاودي ليه وغيجي واحد الوقت اللي غتندمي فيه علاش هضرتي معاه اصلا. القيمه والقوه ديالك قدام الناس كاينه في الحفاظ ديالك على اي حاجه متعلقه بك وبحياتك. ما تخلي حتى حاجه تكون سلاح في يديهم، وفي اي وقت يستعملوها ويجرحوك ويطيحوا منك بها. ماشي اي حاجه كتقال، اسرارك يقدر يكونوا ذنب درتيه وربي قادر يغفر عليك، وانتي كتقوليه لبنادم اللي ما غيرحمكش وغيبقى ديما يشوفو فيك. ويقدر يكون غلط، كيدوز الوقت وكتنسيه، ولكن بالنسبه للناس كتبقى ذكرى وديما من يتلاقاو كيتفكروها. واخا تكون اعز واقرب صديقه لك، سمعي مني وثقي بيا، الزمن كيغير بنادم، الحياه كتغير، كل شيء كيتغير، حتى حاجه ما كتبقى على حالها. حياتك خليها لك وخليها عندك، عمرك ما تيقي وتعاودي على الصغيره والكبيره على حياتك. صاحبتك اللي كتقولي عليها صاحبتك يقدر يجي واحد النهار اللي غتلوي لك فيه يديك بهضره قلتيها ليها وخفتي تخرجها وتفضحك بها. غنقول لاختي وغنقول لامي اللي عمرهم ما يبغيو ليا شي حاجه اللي تضرني، واللي عمرهم ما يرضاو يسمعوا خباري في شي كنت اخر. الغريب كيبقى ديما غريب. غلقي كتب حياتك، والا كنتي كتفكري ديري شي حاجه جديده وزوينه في حياتك ما تقوليهاش باش ربي يكمل لك ويبارك لك فيها. ثقي بيا، الفرحه اللي غتحسي بها من تحقق وديري بها مفاجاه للناس اكبر بكثير من الفرحه اللي انت حاسه بها وانت كتقوليها وباقي ما درتيهاش وحتى باقي ما بديتيهاش. واخا يتقال عليك بلي انت غامضه وما كتهضريش، هاد الهضره كامله ما تسوقيش ليها وما تهمكش. ما تعاوديش على حياتك، فهميهم وعلميهم بلي حياتك خط حمر وماشي من حق حتى شي واحد يتخطاه. وديري في بالك بلي عمر شي واحد غيثق في واحد الانسان وغيأمنها على اسراره وهي ما حافظت حتى على سرها. كتولي تباني ماشي اهل الثقه. وديما تصغري براسك بهذه القضيه. من مكارم الاخلاق انك تحافظي على اسرار الناس، ومن اعظمها انك تحافظي على اسرارك انتي. خليهم يموتوا ويعرفوا اش واقع في حياتك، خليك ديما غامضه وما تسوقي لتا شي واحد. طيحي في مشاكل وحليهم وخرجي منهم وما يعرف حتى شي واحد، بالخصوص المقربين ليك. راه قليل اللي غيتعاطف معاك ويمد لك يد المساعده في هذا الوقت. راه كاين اللي غا كيتشفى ويفرح للمعاناه ديالك. وباش ما يجيش واحد الوقت اللي تبكي فيه وتقولي فلانه عاودت ليها سري وخرجاتو، خليه في قلبك وخليه في صدرك وعمرك ما غتندمي. عرفي كيفاش تحكمي في لسانك. يقدر كاع تلاقي مع ناس يعاودوا لك على راسهم وعلى حياتهم غا باش يسمعوا منك انت شنو عندك. كوني ذكيه وعرفي كيفاش تمشي الحوار بلا ما تنطقي حتى كلمه عليك. خليهم يمشيو وهما ما عارفين عليك حتى شي حاجه. راه كاينين شي اسرار اللي خاصه بزاف اللي ما خاص حتى شي واحد اصلا يعرفهم، بحال مثلا مشاكلك والخلافات العائليه ديالك. عمرك ما تعاودي المشاكل اللي بين والديك ولا بينك وبين خوتك. ما كاينه حتى شي دار ما فيهاش مشاكل.
الدخل المادي ديالك حاجه ما عندها حتى شي معنى انك تبقاي تقولي للناس كنشد قد وقد، واخا يكون المبلغ كبير وغرضك تباهي به. هذه حاجه خاصه بك وماشي ضروري غيرك يعرفها. وحتى اللي كيسول الناس على الدخل المادي ديالهم وشحال كيتخلصوا، هذا تجاوز في الحياه الخاصه تاع الناس. العلاقات والمشاكل ديالك مع راجلك ما يفوتوش باب دارك. العلاقه الزوجيه واحد العلاقه اللي مقدسه في كل الديانات، ما عندكش الحق تهضري فيها مع حتى شي واحد ولو يكتب عليك الفراق مع هذا الانسان. اسرارك معاه كيبقاو معاك حتى تدفني معاهم. ماشي غير ربي يعطاك اللسان والقدره على الهضره تبقاي غير حله فمك وتقولي اي حاجه. اي كلمه كتقوليها كتحاسبي عليها، سواء عليك سواء على غيرك. كل وحده فينا عندها اسرارها في حياتها الشخصيه، واكبر خطا كديريه هو تخلي الناس وتعطيهم رخصه يعرفوها. كوني على يقين بلي تا واحد ما عارف ظروفك وتا واحد ما عايش حياتك من غيرك. الوحيده اللي غتحدد شنو تقول وشنو اللي ما تقولش هي انت. لسانك انت اللي كتحكمي فيه ماشي هو اللي كيتحكم فيك. قضيه انك تحافظي على سر هذه امانه كبيره في يديك وفي عنقك، سوا سرك سوا سر غيرك. الحاجه اللي كتحسي بها ثقيله على قلبك وباغا ومتشوقه تقوليها، قوليها غير مع راسك. علاش غتخرجيها وانت اصلا ما غتستافدي من بعد حتى شي حاجه؟ حياتك ماشي ضروري يعرفوا عليها الناس كلشي. الا كاع عاودتي ليهم ما غادي يفيدوك بحتى شي حاجه. من غير هادشي ماشي كاع الناس يستاهلوا يسمعوا قصه حياتك، راه كاينين الناس اللي ما كيستاهلوا يسمعوا حتى حرف منها. اذا الخلاصه في كلامي، اسرارك اختي واي حاجه متعلقه بك خليها لراسك، حيت ماشي كاع الناس فيهم الخير، وماشي كاع الناس كيشوفوك كيما انت كتشوفيهم، وماشي كلشي كيعتبروك منهم وفيهم كيما انت كتعتبريهم.